أقول لكم عيدكم مبروك، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وعاد الله عليكم هذا الشهر المعظم بالخير واليمن والبركات، وجعل شوال المبارك مباركا وسائر الأشهر وسائر الأعوام القادمة مباركة على كل التونسيين والتونسيات وعلى الأمة الإسلامية قاطبة. نحن شعب موحد وسيبقى إن شاء الله موحد، تجمعنا كلمة الحق وتجمعنا المسؤولية، ولدينا إن شاء الله من القدرات والإمكانيات ممن يحقق آمال شعبنا في العزة وفي الكرامة وفي السيادة الوطنية إن شاء الله.